كانت أول مرة للبنت تشتغل في المدينة الكبيرة، بس أول ما وصلت وشافت الناس كلها بتمسح الكروت بتاعتها علشان تدخل وقفت مترددة. في اللحظة دي واحدة ست عدت ومسحت الكارت بتاعها، فالبنت بسرعة دخلت وراها من غير ما حد ياخد باله. لكن أول ما دخلت الأسانسير اكتشفت إنه هو كمان محتاج كارت علشان يشتغل. مفيش حل تاني، اضطرت تخرج من الأسانسير وهي محرجة. وهي خارجة وبتدور على زرار أو أي طريقة تطلع بيها شافها المشرف هناك، فاستغرب وسألها، وبعدها خدها علشان يطلع لها كارت دخول رسمي. وفي أول اجتماع ليها كانت متحمسة جدا لأنها أول مرة تشوف المدير الكبير بنفسها، فقامت خدت له صورة من غير ما ياخد باله. لكن فجأة الموبايل وقع منها على الأرض قدام الكل بص عليها وهي متوترة جدا. قامت بسرعة لمت الموبايل وابتدت تعرف بنفسها وهي محرجة. المدير شاف إنها مكسوفة ومش عايز يوقف الاجتماع، فقال لها تقعد علشان ما تأخرش الناس. تاني يوم لما راحت الاجتماع وهي شايلة شوية حاجات في إيديها اكتشفت إن الاجتماع كان بدأ فعلا، بس بدل ما تقعد بهدوء قامت توزع مشروبات البابل تاي على الناس. المشرف اتعصب جدا وابتدى يزعق لها وقال لها تخرج فورا من القاعة. هي قالت له أنا برضو موظفة هنا، ما ينفعش أحضر الاجتماع، بس هو رفضها. وساعتها الكل سكت ومحدش نطق بكلمة. البنت خرجت لوحدها على أوضة الاستراحة، لكن فجأة افتكرت إن المدير كان ناوي يشغلها مساعدة ليه، بس المشرف هو اللي رفض. فرجعت راحت للمدير وقالت له كل اللي حصل وليه كانت هناك. المدير لما سمعها شاف إنها عندها طموح وجدعنة، فوافق يشغلها معاه مباشرة. مش بس كده، ده كمان سجلها في مدرسة إدارة أعمال وقال لها تروح هناك في الويك إند علشان تتعلم وتكون علاقات جديدة. ومع توجيهاته وتشجيعه بدأت تتعرف على زمايلها وتفتح لنفسها طريق جديد. وفي خلال أيام قليلة قدرت تمسك مشروع كبير ونجحت فيه، وبقت واحدة من الفريق المقرب من المدير.